جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم أيها الإخوة الكرام عرضا لغزوة الأحزاب على ما جاءت بها كتب السيرة والتاريخ، وهنا نعود إليها فيما جاء في حقها في كتاب الله. ونعلم جميعا أن كتاب الله هو السجل العظيم الحافل الذي هو الصراط المستقيم، وكما قيل فيه علوم كل شيء، وكما قالوا في سورة الفاتحة هي أم الكتاب وأم العلوم، ومن ضمن علومها علم التاريخ، كما جاء في التنويه بالأمم التي قبلنا في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتلك الأمم الماضية أشير إلى حالها في فاتحة الكتاب بالعنوان، وهنا يأتي في هذه السورة الكريمة سورة الأحزاب بيان لهذه الواقعة، وينبه العلماء على افتتاحية السورة الكريمة بالنداء إلى النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يا أيها النبي. بعض العلماء يقف هنا عند آلة النداء يا، وإضافة أي وها. يا هي حرف النداء، يا زيد يا رجل، أي لفظ عام، ها للتنبيه. ويقول يقول الفخر الرازي إن الفرق بين النداء بآلة النداء المجردة يا وبين إضافة أي هي للدلالة على خطر المنادى إليه وتنبيه المنادى بهاء التنبيه. فإذا قلت يا زيد توجه النداء إلى زيد ولم يعنى بالآخرين، لكن حينما تقول يا أي هذه عامة فتسترعي انتباه كل من هو حاضر، ثم تأتيها التنبيه فينتبه الجميع لتعيين من المراد بهذا النداء لعمومه. يا أيها الرجل، يا أيها القائم أو الجالس. ولكن هاء التنبيه تكون للغافل، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بغافل، وقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى بالليل ثم نام، ثم قام وصلى ولم يتوضأ، فقالت يا رسول الله أتصلي ولم تتوضأ وقد نمت؟ لأنه معلوم بأن النوم
كما يقولون مظنة النقض، ولهذا جاء التشريع أن من نام مضطجعا عليه الوضوء. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم عليها قائلا: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. إذن الغفلة منفية عنه صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا جاءتها التنبيه؟ قالوا في حقه صلى الله عليه وسلم لبيان خطورة المنادى من أجله. وهنا يا أيها النبي اتق الله، لأهمية التقوى. وهل كان رسول الله غير متق لله؟ حاشا وكلا. لقد قال لأصحابه حينما تكاثروا أو تقالوا أعماله وقالوا إن لنفعل ونفعل، إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وبلغه ذلك، فقال: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم إليه. إذن الطلب والأمر بتقوى الله. يقولون تقوى الله على مراحل: تقوى بترك الذنوب، تقوى بفعل الطاعات، تقوى مخافة الانقطاع بين العبد وربه. وهذه درجات يتفاوت بعضها عن بعض، وبعضهم يقتصر الطريق ويقول يعني دم على تقوى الله، كما تقول لإنسان جالس اجلس واسترح، يعني لا تقم، دم على جلوسك. ويهمنا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا ايش؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين. نهيه صلى الله عليه وسلم ألا يطيع صنفا من الناس مقيد بالكفر والشرك والنفاق. طيب وغيرهم؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم منهي عن طاعة مخلوق لا يطيع إلا الله، ولكن قد يطيع بعض المؤمنين، كما جاء في بعض المواقف يستشير أصحابه ويأخذ بآرائهم وشاورهم في الأمر، وكما جاء أيضا في غزوة بدر وجمعهم وسألهم وأشاروا عليه. إذن القيد بعدم طاعة المشركين والمنافقين مخصوص لأن هؤلاء لن يأمروا بخير قط. ثم يأتي السياق إلى وتوكل على الله، كأنه هناك إرهاص أو مقدمة بأن أمورا عظام شديدة ستأتي، ولا عليك من المشركين ولا المنافقين، كن متوكلا على الله كل التوكل، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. ونقول يا إخوان، إن كان الخطاب لسيد الخلق وللنبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الأمة ملحوظة في ذلك. أي يا أيها المؤمنون أيضا اتقوا الله، يا أيها المؤمنون توكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره. ثم جاءت قصة الأحزاب، وتعين تجديد التوكل على الله في تلك الشدائد. ولهذا كانت افتتاحية السورة كأنها مدخل لما سيأتي بعدها، وأهم ما في ذلك قضية الأحزاب، ثم التشريعات التي ستأتي بعد ذلك لخطورتها في المجتمع. نأتي إلى موضوع الغزوة. يأتي النداء أيضا: يا أيها الذين آمنوا. نفس التفصيل في النداء، مركب أو بسيط بحرف الياء فقط أو إضافة أي وهاء التنبيه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذه النعمة ستأتي ولا وقعت بالفعل؟ قال إذ جاءتكم إيش؟ جنود، يعني نعمة تقدمت وسجلت
والله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين أن يذكروا تلك النعمة. هنا اذكروا نعمة الله للشكر، للتقدير والتعظيم للمولى سبحانه على ما أنعم به عليكم. ونعمة الله كما يعلم هو الإنعام من الله من غير كسب لك فيه. ينعم الله على العبد بالعافية، ينعم الله على العبد بالأمن، ينعم الله على العبد بالغنى، لا كسب للإنسان حقيقة في ذلك. وهنا قال اذكروا نعمة، وهي مفردة مخصوصة بما جاء النص بعدها بمجيء الجنود وما كفانا الله شرها، علما بأن نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهناك مفردة أيضا، ولكن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت العموم. نعمة الله يعني إنعام الله عليكم. وهنا الخطاب جاء هنا لمن؟ للذين جاءتهم الجنود. نقطة بسيطة كنا ننبه عليها دائما كما سمعنا مولدنا الشيخ الأمين، في أن النعمة تفضل من المنعم. ونجد في بعض المواقف نقاط هي محض فضل وإنعام من الله لا دخل لمخلوق فيها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لا تقوى قدرة على الأرض أن توجد هذه النعمة في تأليف قلوب المؤمنين بعضهم إلى بعض. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ولكن الله ألف بينهم. وهنا يقول العلماء 3 نعم لا كسب للعبد فيها، ما له فيها كسب أبدا. وبقية النعم قد يأخذ بالأسباب، ولكن مسبب الأسباب هو المولى، وموجد مقتضيات السبب هو الله. فقد يتسبب الإنسان في الشيء ولا يتحقق له ذلك. إذن تحقيق الأسباب نعمة من الله. فقالوا نعم 3 ليس لك كسب فيها، بل هي محض إنعام من الله عليك. وذكروا نعمة الوجود من العدم، وذكروا نعمة الإسلام، وذكروا نعمة دخول الجنة. فهذه يتفضل الله بها على العبد دون أن يكون منه حتى الأخذ بالسبب. لأن مجيئك إلى الدنيا أنت الطفل ليس لك عمل في ذلك، إنما السبب من الأبوين، والله الذي أعطى. لأنه في موطن آخر قال يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ويجعل من يشاء عقيما. إذن الأبوان تسببا، والمولى هو الذي أوجد نتيجة السبب، ولم يكن نتيجة ذلك من العبد. إذن هنا التذكير بالنعمة ليدل على عظمتها وعلى عظيم آثارها وإيجاب شكر المنعم عليها. وهنا الخطاب يأتي للذين آمنوا بتذكيرهم بنعمة إذ جاءتهم جنود. إذن جاءت جنود بالفعل. لمن جاءت؟ لأصحاب رسول الله في عصره حين تنزل الآية، والآية تخاطبهم بعد أن نزلت النعمة وبعد مجيء الجنود وبعد أن صرفها الله. طيب جاءت راحت، يبقى ذكر النعمة شكرا لله. ونحن اليوم الواجب علينا أيضا أن نذكر نعمة الله هذه علينا، لأن إنعام الله على سلف الأمة الصالح وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إنعام علينا وعلى من يأتي من ذرية آدم إلى يوم القيامة. ولقد بين صلى الله عليه وسلم
في بدر وفي الأحزاب. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. فلما نجى تلك العصابة عبد، وجئنا نحن من ذرياتهم إلى ما شاء الله، ووجدنا الدين بحمد الله غدا طريا، وعبدنا الله على ما جاء من عند الله. يبقى إنعام الله على سلف الأمة إنعام على إيش؟ ذريتها. إذن النداء للمؤمنين الذين عاصروا الغزوة، ولكن الأثر باق وموجه لكل مؤمن، أن عليه أن يذكر نعمة الله في تلك الحالة بالذات، وإن لم يحضرها وإن لم يعاصرها، فهي نعمة تمتد إلى ما شاء الله. وبالمناسبة جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان بالكوفة، فدخل عليه شباب يتذاكرون عنده، فقال شاب من الحاضرين: هنيئا لكم أصحاب رسول الله، قد عاصرتموه ونصرتموه ورأيتموه، والله لو كنت حضرت أو لو كنا حضرنا ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: يا ابن أخي لا تقل ذلك، أتعجب من هذا؟ وإنا والله لنعجب منكم أن آمنتم به ولم تروه. يا ابن أخي، لقد رأيتني في أصحاب رسول الله ليلة الأحزاب، وجاء الجنود كما وصف الله، وإن أحدنا ليخشى على نفسه أن يقوم لقضاء حاجته، شدة برد وشدة خوف وشدة جوع. والله يا ابن أخي ما تدري لو كنت حاضرا ماذا يكون مصيرك. حضرها غيرك، وحصل النفاق، وحصل من يعتذر بيوتنا عورة ما هي بعورة، واحمد ربك أنك عوفيت، وأنك جاءك الدين غضا طريا، وأنك وفقت للأخذ به. إذن نعمة الله يا أيها الذين آمنوا على مدى الزمن وعلى مدى وجود هذا النداء في العالم مسطرا في كتاب الله، اذكروا نعمة الله عليكم. بأي شيء جاء التفصيل بعده؟ إذ بدون الواو، ومعروف في علم البلاغة باب الوصل والفصل بأن عدم وجود الواو بين الجملتين يدل على أن الثانية شارحة للتي قبلها، أو مبينة فيها إجمال، أو مفصلة فيها وموضحة، أو مجيبة على سؤال مقدر إلى غير ذلك. نعم. إذ جاءتكم جنود أي المخاطبون، ويمتد النداء أيضا لنا كذلك. ومن هذا القبيل لما كانوا في صلح في عمرة القضية بعد صلح الحديبية، وكان الاتفاق على أنهم يرجعون من الحديبية ولا يأتون إلى الكعبة حتى لا تقول العرب بأنهم دخلوا عليهم جهرة أو قسرا وتكون سب عليه. الرسول طاوعهم قال ما يخالف، نرجع على أن يأتون العام القادم ويكون بتفاهم مع الطرفين، يعتمرون عمرة بدل هذه أو عمرة مستقلة جديدة. فلما جاء الشيطان وسول لأهل مكة، قال هذول جاءوكم أنهكتهم حمى يثرب وأضناهم طول السفر، يعني مرة هلكنين تعبانين، فلو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليه. جاء جبريل عليه السلام وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا أن تدارك الموقف بفكرة تعاكس الفكرة.
هم جاءوكم من جانب الضعف، وجانب الضعف يدفع بإيش؟ بالقوة ضدها. أروهم منكم اليوم قوة. وشرع الاطباع كأنه شمر والهرولة في أشواط ثلاثة. يبقى اللي شمر هذا للجري واللي بيجري حول الكعبة يبقى أنهكهم وأضناهم ولا نشيطين؟ نشيطين. فلما رأى المشركون هذه الحركة قالوا لا لا لا، تقولون أضناهم وأنهكتهم، والله إنهم لينقزون حول لكأنهم الجن وما هم بالإنس، لا طاقة لنا بهم. وكما يقال قضي على الفكرة السيئة. هذه الهرولة كان سببها إيش؟ إيش سببها؟ تآمر المشركين على مين؟ على المسلمين، لضعفهم أو لقلتهم وتمكن المشركين. جاء الحج في سنة 10 بعد 3 سنوات، وفتحت مكة سنة 8، وهرول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل لعمر قال يا عمر، كنا نهرول في عمرة القضية من الخوف، والآن فتحت مكة وأصبحت أمان ولا خوف على المسلمين، فعلى ما نهرول؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله فيما سألتني فيه، ثم بين لقد هرول رسول الله في الحج بعد القضية فهرولنا كما هرول. طب ليش هرول بعدها؟ السبب قد راح، لأنه تشريع يبقى ويلزم أن يبقى، ونحن الآن نأتي ونهرول. لماذا؟ سنسأل هذا السؤال، لماذا نهرول؟ نعم، آباؤنا الأقربين هؤلاء وإن كانوا أصحاب رسول الله بعد 1400 سنة، نعم، ما وقع عليهم كأنه وقع علينا، وما تدارك به رسول الله في ذلك الوقت فكأنه لنا. يبقى الأثر تسجيلا وتخليدا لهذا الحدث لنعلم نعمة الله علينا. وهكذا هنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ثم بين في أي شيء؟ اذكروا حينما جاءتكم جنود كما يقولون تجمع تدل على الكثرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكلمة جنود تدل على الكثرة، وهي فعلا كانت كثرة بالنسبة لعدد المسلمين، 10,000 بالنسبة ل3. فأرسلنا عليه الجنود اللي جاءتكم لا قبل لكم بها، ولكن من نعمة الله عليكم أن أرسل عليها من عنده. إيش أرسل عليها؟ ريحا وجنودا لم تروها. الريح هذه اللي احنا نشمها ونتمناها وتجي، نعم، إنها من جند الله، وكل مخلوقات الله هي من جند الله، حتى الحشرات. ولقد بين لنا القرآن الكريم أنه أرسل من جنده الضفادع والقمل والدم على بني إسرائيل، على فرعون وقومه، حتى استغاثوا بالله، استغاثوا بموسى عند ربه. كل هذه جند الله. إذن جنود، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليها ريح. هذه الريح ملموسة، لأنهم أدركوا ورأى حذيفة بنفسه بأنها كما قال في القصة: والله ما تعدت الريح معسكر المشركين. تأتي الحجارة في بيوتهم، في طنوبهم، في قدورهم، تكفئ القدور عن النار، ما استقر لهم قرار بهذه الريح. إذن هذه الريح كانت سببا في انصرافهم. وجنودا لم تروا، انتم شفتم الريح مع شدتها، وكما يقول حذيفة كان في أصواتها كالصواعق. إذن هذا شيء محسوس وأنتم رأيتموه، وهو على غير العادة. وجنودا لم
تروها. هتكون الجن اللي ما شفناها ايش؟ الجن؟ لا، انما هي تكون ليش؟ الملائكة، كما جاء في اثر جبريل عليه السلام ان الملائكة لم تضع اسلحتها. اوضعت سلاحك يا محمد؟ ان الملائكة لم تضع اسلحتها ولقد طاردتهم او تابعتهم حتى ايش؟ حمراء الاسد. اذن هذه نعمة من الله. كما جاء ايضا في غزوة بدر مع اختلاف النسبة، هؤلاء 314 وهؤلاء ما بين 900 و1000، وهؤلاء أيضا في الأحزاب 3000، يعني الثلث. والله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة جندا لله مع المسلمين. نعم. وكان الله بما تعملون بصيرا. وكان الله بما تعملون بصيرا، هذا لفظ عام بكل ما تعملون، ولكن بعض العلماء يقول في هذه الغزوة أي بما عملتم من الخندق، لأن هذا بما تعملون لفظ عام أريد به خاص، وهو عملية الخندق، ونوه عليها لأنها جديدة من نوعها. نعم. وأيضا وقع عليكم في حفر الخندق من الشدائد والأزمات ما كان حريا أن ينوه به. نعم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. إذ أي أيضا أذكروا في مجيء الجنود على التفصيل. جاءوكم ما هو من جهة واحدة. حينما يأتي العدو من جهة واحدة تستطيع أن تركز وتجمع قوتك في نحره، لكن لما يجيك من اليمين والشمال تضطر أن توزع القوى عندك إلى جانبين، وفي هذا إضعاف القوة. فيبين سبحانه وتعالى هنا إذ جاءوكم، يعني مجيء الجنود كيف جاءوا؟ يفصل. إذ جاءوكم من فين؟ من فوقكم ومن أسفل. قالوا الفوقية والتحتية. من فوقكم، بعضهم يقول قريش وغطفان جاءت من تحت مع الوادي، وأخذوا على دائرة الخندق من طرف أحد إلى الوسط بئر روما إلى قريب جهة جبل سلة. والبعض الآخر يقول لا، الجيش الذي جاء الجنود الذين جاءوا. وبعضهم يقول المشركون من أسفل وبنو قريظة من العالية، فكان المشركون وغطفان من أسفل وكانت قريظ من أعلى. ولكن السياق إذ جاءوكم، الجنود الذين جاءوا أول ما ينصب على قريظة ولا على المشركين وغطفان؟ المشركين وغطفان. فتكون الفوقية والتحتية متعلقة بالجيش بالجنود الذين جاءوا. ولذا يقول بعض العلماء غطفان من أين جاءت؟ جاءت من قبل نجد. وقريش من أين جاءت؟ قالت من جهة مكة. إذن من المشرق ومن المغرب. والمشرق نجد عالية والمغرب منسفل. إذ جاءوكم من فوقكم أي من جهة نجد، ومن أسفل منكم من جهة الحجاز من مكة، يعني أطبقوا عليكم. نعم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون. زاغت الأبصار، يقولون زاغ بمعنى مال وحاد عن الهدف. ونجد في قوله سبحانه إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما هنا نكرة للتفخيم والتعظيم من الزينة وقدرة الخلقة وعظم شأنها. إذ يغشى السدرة ما يغشى من المظاهر القوية التي لا تقوى عليها الأبصار العادية. ومع ذلك فمحمد صلى الله عليه وسلم أمام هذا الذي غشي الشجرة فوق الوصف ما زاغ بصره، ما بهت، ما انبهر. والإنسان إذا رأى شيئا فوق الطاقة ينبهر ويزيغ البصر عن هذا الذي أمامه لاندهاشه بما يرى. وهنا زاغت الأبصار،
رأت من القوة ومن العدد ومن الهول من الجنود التي جاءت ومن موقعها من شرق ومن غرب ما أذهل الأبصار، ما زاغت الأبصار عنها إذ زاغت الأبصار، أي لشدة ما رأت من هول في عدد وفي كثرة وفي عدد وفي موقع العدو محيطا بهم، زاغت الأبصار، وهذه نهاية الشدة. وجاء معها أيضا إيش؟ وبلغت القلوب الحناجر. سبحان الله، وصف القرآن الكريم. جاء هناك في مثل المشرك كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. يقول علماء الفضاء الآن بأن الإنسان كلما ارتفع وخف ضغط الهواء وخفت نسبة الأكسجين ينضبق الصدر، وكما يقولون قد يبتز الدم من الجلد. وتعلمون زمان كانت أقلام الحبر تأتي إذا طلع الإنسان في الطائرة يلاقي الحبر عليه في جيبه. ليش؟ لأن الأنبوب الداخل الذي فيه الحبر لما ارتفعت الطائرة إلى طبقات الجو حصل هناك الضغط الجوي، فدخل الهواء إلى داخل القلم وضغط على الأنبوب فبز الحبر. فكذلك الإنسان إذا رقى إلى علو متناهٍ فإن الدم قد يبز من جلده كما يبز الحبر من القلم، فيجعل الصدر ضيق، وإذا ضاق الصدر ضاق التنفس. وهنا وبلغت القلوب الحناجر. إيش اللي بلغها؟ معروف أن شدة الخوف، ولكن كما يقولون القلب إذا غضب انطلق انفرج، وعمل بشدة على ضغط الدم حتى تجده احمرت عيناه وانتفخت أوداجه. انتفخت بإيه؟ بالهواء ولا بالدم؟ بالدم، لوفرة ضغط القلب وانفعاله عند الغضب. وإذا خاف انكمش، وإذا تجد الإنسان لما يخاف ينضم، تعتريه حالة تقلص. فالقلب إذا تقلص انطبق عليه الصدر، فكأن الصدر قد ضاق بالقلب إلى أن طفح إلى أعلى وبلغ الحناجر. ولذا يقولون في شدة الخوف قد يحجز القلب ويضغط على القصبة الهوائية فيوقف التنفس فيموت من شدة الخوف. إذن وبلغت القلوب الحناجر من تقلص القلب وانقباض الصدر عليه، حتى زي ما تجيب مثلا ايش قربة بلاستيك وفيها ماء وفيها جرم، إذا ضغطت عليها طفح الماء إلى أعلى، إن كان فيها جرم من الداخل طلع مع الماء إلى إيه؟ إلى أعلاها، إذا تركتها انبسطت نزل إلى أسفلها. فكذلك الصدر يفعل مع القلب، فإذا انقبض القلب من شدة الخوف كأنه ارتفع إلى الحناجر. نعم. وتظنون بالله الظنون. إلى هنا يا إخوان تصوير القرآن الكريم بتلك الحالة. لو وقف الإنسان طويلا عند هذين الوصفين الشخصيين، أوصاف شخصية، الأبطال الشجعان أصحاب رسول الله الذين يقابلون الشدائد ويقابلون الموت لا يهابون، تبلغ بهم الشدة من الموقف إلى أن تزيغ الأبصار عن نظرها إلى العدو وأن تبلغ القلوب حناجرهم. هل أحد منا الآن يستطيع أن يعطي نسبة خوف أو نسبة شدة إلى هذه الحالة؟ ما أعتقد. ولن يأتي كاتب ولا أديب ولا عسكري ولا مدني يصور الحالة كما صورها كتاب الله. ولهذا كان القرآن مرجع كل شيء. ثم بين سبحانه نتيجة تلك الحالة، انفعالاتهم النفسية، هذه الحالة الشخصية، أثر ذلك على نفوسهم ماذا؟ وتظنون بالله إيه؟ الظن ولا الظنون؟
ما هو ظن واحد، ظنون متعددة. ويقف العلماء أيضا هنا عند جمع الظن ظنون. قالوا طب الإنسان يظن ظن واحد، منهم من يقول ظنون مختلفة باختلاف الأشخاص. المؤمن يظن بنصر الله قادم، والمنافق يظن بوعد غير هذا كما سيأتي، ما وعدنا الله إلا غرورا. وغير هؤلاء تعدد أو جمع الظنون باعتبار جمع الموجودين وأثر ذلك عليهم. وبعضهم يقول لا، ده الحالات مضطربة، وهم أحيانا يظنون باليأس، أحيانا يظنون بكذا، أحيانا يظنون بكذا. اضطراب الحالة الشخصية جعل اضطرابا في الحالة النفسية. ولكن نحن نقول أصحاب رسول الله مبرؤون من أن يظنوا غير الحق في حق الله، لأنهم أعلنوا والقرآن أعلن عنهم هذا، وما زادهم إلا إيمانا وإيش، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، موقنين بوعد الله. بينما المنافقون ذكروا غير ذلك على ما سيأتي إن شاء. إذن جمع الظنون هنا يدل تلقائيا على تبعية الحالة النفسية للحالة البدنية. نعم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عندما بلغت بهم الحالة إلى أقصى الشدة في تلك الصورة، أبصار زائغة، قلوب بالغة الحناجر، ظنون مختلفة، هنالك وقع الابتلاء. والابتلاء الامتحان، والامتحان كما يقال والاختبار هو الأصل فيه في الفتنة والابتلاء والامتحان إدخال الذهب في النار ليستخلص منه شوائب معدنية أخرى ما علق به من شوائب، ويبقى المعدن الذهبي خالصا صافيا. وكذلك هنا ابتلي ايش؟ المؤمنون، وابتلي غير المؤمنين، ابتلي الجميع، وزلزلوا زلزالا شديدا بهذه الأحداث التي مرت وهذه الصفات التي وصلوا إليها، ثم تأتي النتيجة بعد ذلك. إذن ابتلوا، هنالك ابتلي المؤمنون. البلاء الامتحان، والبلاء بالتكليف أيضا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي امتحنه بالتكليف، تارة بإبعاد ولده، أو تارة بإلقائه في النار ولم يجزع، ثم بإبعاد ولده عنه، ثم الأمر بذبح ولده، كلها أمور. وإبراهيم الذي وفى. فإذا الابتلاء يكون بالمصائب وبالشدائد وبالتكاليف الشاقة. وهم أيضا كذلك ابتلوا بالأمرين، بهذه المحن التي وقعوا فيها، وبهذا التكليف بالصبر عليها. وزلزلوا زلزالا شديدا، الزلزال الحركة، وهذا عبارة عن بيان أن الأقدام لم تكن راسخة وثابتة، بل هي متحركة تخشى الانزلاق. وهكذا الإنسان في شدة الخوف يكون كالواقف على أرض مهتزة، ولذا التعبير يقول فلان قائم على أرض ثابتة راسخة، فلان يقف على أرض متحركة مزلزلة، فهذا كناية أيضا عن شدة ما وقعوا فيه. نعم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا إظهار لبعض الظنون المتقدم ذكرها. وبعد الوصف الإجمالي الذي شمل الجميع جاء تفصيل للطائفتين المؤمنين والمنافقين، فبين سبحانه وتعالى موقف المنافقين ونتيجة ابتلائهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، من هذا الابتلاء كانت النتيجة كالآتي. أما المنافقون فإيش؟ وإذ يقول المنافقون والذين، اذكروا إذ يقول المنافقون،
والذين في قلوبهم مرض. والذين في قلوبهم مرض أيضا من المنافقين. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أثناء المعركة أو أثناء العمل في الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالنصر، ولما ضرب الكدية التي استعصت عليهم وأبرقت 3 مرات وكبر صلى الله عليه وسلم وقال فتحت عدن، فتحت أيوان كسرى أو المدائن وكذا وكذا، قال المنافقون عجيب، يعدنا مدائن كسرى ونحن نخندق على أنفسنا من قريش ونحن في خوف وشدة وإن أحدنا لا يخاف أن يخرج لقضاء حاجته. كيف هذا؟ بينما المؤمنون يعتبرون ذلك معجزة وصدقا للنبوة، المنافقون اعتبروها ايش؟ سخرية بعيد عن الواقع. هكذا يذكر المولى سبحانه وتعالى المؤمنين بمقالة المنافقين والذين في قلوبهم مرض. يعدنا بإيه؟ بإيوان كسرى، ويعدنا بصنعاء، ويعدنا بكذا، وإحنا الآن خايفين على أنفسنا من كذا؟ أبدا، هذا الوعد ما هو صحيح. ما وعدنا إيش؟ وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بس بيغير فينا. هذه والله قبيحة جدا، صعبة. كونهم ينسبون وعد الغرور والتغيير بهم والكذب عليهم إلى الله وإلى رسوله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب. ما اكتفوا على هذا في أنفسهم. حينما تقول القائلة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا أمر في أنفسهم، ما صدقوا الوعد. هل اقتصروا على هذا؟ لا، تعدوا بخطرهم وبمرضهم في قلوبهم إلى الآخرين. نعم. وإذا يقول إيش؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب. منهم من المنافقين والذين في قلوبهم مرض. يا أهل يثرب. يثرب هي المنطقة التي فيها الخندق والأحزاب، ويثرب اسم للمدينة من قبل، ولما جاء صلى الله عليه وسلم سماها طيبة أو سماها المدينة أو طابة، وذكر لها عدة أسماء. وفي تسمية يثرب نجد عند كتب المؤرخين أسباب متعددة، منها أن بعض الملوك قديما خرج يرتاد لأهله موطنا ريفا طيبا يرتضيه، فوقف على المدينة، فلما وصلها رجع إلى الملك وأخبره. ومنهم من يقول أيضا تبع لما كان في طريقه إلى أفريقيا وتقدم له وزير اسمه يثرب، فاكتشف المدينة وأخبر الملك بها فجاء ونزلها، إلى غير ذلك من الأسباب. ولكن يهمنا أن كلمة يثرب كان اسما للمدينة قبل الهجرة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها وقال من قال يثرب فليقل المدينة، أي بدلا من هذه الكلمة يا أهل يثرب لا مقام لكم، لستم مقيمين على شيء، لا موجب للإقامة، مش لا مقام بالفتح، المقام اسم مكان، مقام مصدر الإقامة. أنتم مقيمون على أي شيء؟ أنتم مقيمين على لا شيء، لا مقام لكم، ليس هناك موجب أن تقيموا على ما أنتم عليه في الخندق ومع محمد وأصحابه. ما فين يروحوا؟ لا، اتركوهم، اتركوا محمدا وأصحابه وهلم إلى الجماعة الأخرى، لا مقام لكم. إيش؟ فارجعوا. يرجعوا لمن؟ ارجعوا لبيوتكم، ارجعوا إلى الذين يأوون إلى الحصون هناك، ارجعوا إلى الذين لم يقاتلوا. إذن تثبيط للآخرين، والذين يقولون لغيرهم ارجعوا حيثبتهم؟ هم حيثبتوا ولا حيكون أسبق رجوع؟ حيسبقونهم في الرجوع. إذن يخذلون الجيش أو يخذلون الأفراد عن البقاء وهم غير باقين، وسيأتي اعتذارهم الفاضل. نعم.
ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ارجعوا. وجماعة أخرى أيضا سواء كان تأثرا بمقالة هؤلاء لا مقام لكم فيذهبون يعتذرون، أو أنهم منهم ابتداء. والله سبحانه وتعالى يبين لنا دقائق الأمور بأن فريقا من هؤلاء الناس يأتون يعتذرون لرسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتذر له إنسان بأن يرجع أذن له. وفي قصة اعتذارهم بأي عذر يقولون بيوتنا عورة، وما هي بعورة. وفي هذا يقول علماء السيرة جاء سعد رضي الله تعالى عنه اعتذر بنو حارثة وقال يا رسول لا تأذن لهم، ما كنا وإياهم في حالة كهذه إلا اعتذروا. كأنه يقول الاعتذار من دأبهم، لا يصمدون على شيء، لا تأذن لهم، فلم يأذن لهم. نعم. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. على نسائنا وأبنائنا فبيوتنا عورة معرضة للأعداء وما هي بعورة. طيب إذا كانت ليست بعورة وكذبوا في ادعائهم أنها عورة، إيش حقيقة أمرهم؟ يريدون إلا فرارا. المسألة ما هي مسألة بيوت ولا مسألة خوف عليها ولا مسألة أنها عورة، ما كل بيوت المسلمين موجودة في المدينة، مش معنى هذه اللي حتكون عورة دون غيرها. ولذا أكذبهم الله وما هي بعورة، ولكن حقيقة نفوسهم وأمرهم ما يريدون. هنا كما يقول أسلوب القصر لا يريدون بالاعتذار إلا فرارا من مقابلة العدو. نعم. ولو دخلت عليهم من أقطارها. سبحان الله العظيم. شوفوا الاستتباع، هم يعتذرون بأن بيوتهم عورة، اعتذار كاذب، وإنهم إنما أرادوا الفرار. ولو دخلت عليهم من أقطارها. نعم. ثم سئلوا الفتنة لأتوها. ثم سئلوا الفتنة لأتوها. لاحظوا هنا محل دقيق شوية يا أخوان. إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها. ولو دخلت عليهم من أقطارها. دخلت من هي؟ بعضهم يقول الجنود الذين جاءوكم، لو دخلت هذه الجنود عليهم من أقطار بيوتهم لأتوها. أتوا هذه الجيوش وتركوكم وسلموا لهم. والقوم يقول لا، ولو دخلت عليهم الفتنة، ولو دخلت عليهم الشدة. نعم. ثم سئلوا الفتنة لأتوها. ثم سئلوا الفتنة حينما دخلت عليهم. إيش الفتنة هنا؟ قالوا الفتنة في الدين. هؤلاء لا عليهم من دينكم بشيء، ولو أن الجنود دخلت عليهم بيوتهم وسألوهم الفتنة عن الإسلام لسارعوا إليها. يبقى هذول حقون دفاع عن الإسلام. ثم سئلوا الفتنة لأتوها، أي لأعطوا الردة عن الإسلام وانضموا إلى جيش وإلى جنود الأعداء، ولا عليهم من دينكم، وارتدون ويفتنون في دينهم. نعم. لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لأتوها أي أتوا الفتنة، أو آتوها يعني أعطوها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو حتى حصل هذا وأعطوا الفتنة وارتدوا عن الإسلام مخافة من هؤلاء الجند، ما تلبثوا فيها إلا قليل. ما حينفعهم هذا، لأن مدة تلبثهم وبقائهم بعد إدخالهم
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. وهؤلاء الذين اعتذرون ببيوتهم كانوا من قبل عاهدوا الله على إيش؟ لا يولون الأدبار، أنهم لا يفرون. ومتى عاهدوا؟ بعضهم يقول في غزوة أحد حينما فروا وهم بنو حارثة كما قال سعد، وندموا على ذلك وأعطوا العهد ألا يفروا. وبعضهم يبعد بعيد ويقول في بيعة العقبة حينما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد أن يناصروه وأن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم. ولكن أعتقد أن قضية أحد أقرب من قضية العقبة. نعم. وكان عهد الله مسؤولا. وكان عهد الله مسؤولا فيما عاهدوا فيه النصرة وعدم الفرار. نعم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت. تبغوا تفروا، تجيبون أعذار واهية، تعالوا بالجد، تعالوا لحقيقة الأمر. تريدون فرارا بالمنطق العقلي، هل ينفعكم الفرار إن فررتم؟ هل يمنع عنكم الموت أو يدفع عنكم القتل؟ لا والله، ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن الفرار لن يطيل العمر والبقاء لن يقصر العمر، فلماذا تعتذرون بأعذار واهية ولماذا تفرون؟ فكأنه إقناع عقلي. نعم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. إن فريتم ما هو نفعكم بالفرار، لا ينجيكم من موت ولا من قتل، ولو حصلتم على مصلحة حتكون قليلة. مهما كان العمر طال فهو قليل، والموت آت لا محالة. نعم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد. سلهم يا رسول الله، من الذي يعصمهم من الله إن أراد بهم سوءا أو أراد بهم رحمة؟ هل هناك من يدافع عنهم أو يعصمهم من الله إن أراد بهم شيء؟ لا، ليس أحد هناك، لا قدرة لأحد ولا تقوى قوة على الأرض أن تحول بينهم وبين ما يريده الله تعالى منهم. نعم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. شوف التصوير يا إخواني أو التنبيه، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. طيب النصير هو ولي أيضا والولي نصير، ولكن لا، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يعني صديقا مواليا تنفعهم موالاته. وقد تبين لنا في قصة حيي بن أخطب لما جاء إلى كعب بن أسد وقال جئتك بعز الدنيا وكذا، أنزلت قريشا في كذا وغطفان في كذا وكذا، قال لا والله جئتني بذل الدنيا. فهذا جاء على سبيل الموالاة، وقال له إن ترفعت عنك قريش وذهبوا عنك جئتك ودخلت معك في الحصن ويجري علي ما يجري عليك. هل نفعهم بولايتي؟ له ما نفعهم بشيء. ولا نصير. النصير قد يكون غير موال، النصير قد يكون غير صديق، النصير قد يكون في مقابل منفعة، يأتي وينصرك في مقابل، قد يكون بثمن مؤجر عليه. ونحن نعرف الفرق المؤجرة المستأجرة ما كانت بولاء ومحبة للأمة التي تأتي معها، لا، منفعة تعود عليها. الجندي في اليوم بكذا. إذن الإعانة تكون من أحد أمرين، إما صداقة وولاء يعنيه ما يعنى بصاحبه فعطفا عليه ورحمة به يوالي، وإما تكون هناك نصرة لغرض غير الموالاة. وكلا الصنفين منتف هنا، ليس هناك من يواليكم وليس هناك قوة تنصركم من دون الله. إذا انتفى الجانبان لا بالمروة ولا بالأجرة. نعم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وهكذا كما تقدم يا أهل يثرب لا مقام لكم، كذلك هنا المعوقون والمخذلون
هلما إلينا إلى غير ذلك، يبين سبحانه وتعالى ما يوجد من المنافقين في صفوف المؤمنين. نعم. أشحة عليكم أشحة عليكم. الشح شدة البخل، والبعض يقول البخل أن تبخل بمالك، والشح أن تبخل بمال غيرك. تبخل لا تنفق على المسكين. رأيت إنسانا ينفق على المسكين قل يا أخي امسك فلوسك وفر مالك. طب هو حقك، أنت بنفسك ما أعطيت، خلي غيرك يعطي. تبخل بمال الغير على الغير، هذا هو الشح. أشحة عليكم يعني أنه قد بلغت في نفوسهم الشحة والبخل والإقتار بأنهم لا يريدون لكم ولا شعرة من الخير، لا منهم ولا من غيرهم. أشحة عليكم يحولون دون وصول أي خير إليكم. نعم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. يقول العلماء هنا وصفهم بالشح مع الوصف المتقدم أنهم لا يريدون القتال، وأنهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ارجعوا. إذن اجتمع فيهم الجبن عن قتال العدو والبخل بالإنفاق على المسلمين. ومن هنا يقول علماء الأداب وعلماء التربية خصلتان مقترنتان وعكسهما كذلك. الجبن والبخل قرينان، والشجاعة والكرم قرينان. يا شيخ عليك شباقي 5. يقولون إن الجبان البخيل يشتركان في الشح. إنسان يبخل بأن يدفع 100 ريال، أترونه يجود بنفسه للعدو؟ يجود بيد بأصبع؟ لا، ده هو بخيل ب100. ولذا يقولون إن جبنه يجعله غير موقن بالنصر فلا ينفق شيئا. أما الشجاع فهو لثقته بنفسه ينفق لأنه موقن بالنصر وبالغنيمة. وإذا كان الشجاع يجود بنفسه فكيف يبخل بماله؟ ولذا قيل يجود بالنفس إن ظن الجبان بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وكذلك الكرم والشجاعة مقترنان، والشح والجبن مقترنان. لن ترى شجاعا بخيلا ولن ترى بخيلا شجاعا، والعكس بالعكس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.